بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الغواص عبده محمد عبد الله القانص. تلقيت البلاغ من مصلحة الدفاع المدني بالتحرك إلى حرة الدمت لانتشال جثة القعقاع. جهزنا وقمنا بالنزول. فهو يعني طبيعة النزول وهذا معروفة لدى الجميع، بالحبال، سلة، حديد، مع المعدات، مع هذا. فكان من العوائق إني يعني طبقتين من المخلفات الصحات هذه كانت واحدة من العوائق التي واجهناها في الحرب. ثانيا سخونة الماء، يعني تضايقت سخونة الماء تضايقت. فالحمد لله رب العالمين قمنا بالنزول. طبعا الحرضة هي مشي تنزل فيها نزول عمودي، هي بالشكل زاوية 90، بشكل زاوية 90 تبدأ تنزل من الزاوية هذه، يعني تدريجيا نزول. يكون العمق من هنا يعني من بداية متر، تدريجيا من متر لا مترين، لا بهذا الشكل تدريجيا حوالي إلى 31 متر. فكان يعني به شبوك فوق الحرضة الأول سقطت. فكان الأخ القعقاع تدحرج من مكان سقوطه هذا المكان بالزاوية 90 هذا. فكان الشك هذا هو السبب في ايش؟ وقوف الجثة. نحمد الله ونشكره على التوفيق، ونشكر الإدارة المصلحة على رفع المعنويات ماديا ومعنويا. شكرا.